عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بكم في قناتي سهير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض الارفف دي من الكرتون. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا نبدا. اول حاجه هنجيب 3 قطع كرتون مقاس 30 سم في 30 سم، وبعد كده هنيجي على بعد 3 سم من اطراف المربع بتاعنا ده، هنعمل مربع في النص في الثلاث قطع بالشكل ده. هنيجي في الثلاث قطع نروح قاصين المربع اللي في النص ده. كده انا قصيت المربع اللي في النص. شوفوا شكل الثلاث قطع كرتون بقى مفرغ ازاي، عامل شبه البرواز شويه. هناخد واحده بس منهم ونيجي على بعد 6 سنتي ونقوم راسمين جزء صغنطوط خالص كده، اللي هو يعني حوالي نص سنتي، وهنروح قصينه بالمقص. كده انا قصيته. هنيجي على بعد 6 سنتي برضو ونعمل كل 6 سنتي نقوم قاطعين جزء زي ده. كده انا قصيتهم كلهم. بقى عندنا في كل ضلع، كل جنب منهم 4 فتحات. شايفين بقى الجزء اللي قصيناه من النص ده؟ هنيجي كل 3 سنتي ونروح راسمين خط، كل 3 سنتي نرسم خط. انا كده خططته كله اهو. هجيب بقى قطر واقص الخطوط دي على اساس ان الكرتونه دي تبقى عندي شرايح. انا كده عملتها شرايح. احنا محتاجين 16 واحده على قد الفتحات اللي احنا عملناها في المربع بتاعنا. هنيجي بقى في نص القصاقيس دي ونروح قصين جزء صغنطوط برضه نص سنتي قد اللي قصيناه في المربع بتاعنا. انا قصيت فيهم كلهم بس نسيت واحده في الجنب من هناك اهي، مش مشكله. هنبتدي بقى ندخلهم في بعض. احنا قصينا اصلا من دي نص سنتي ودي نص سنتي على اساس ان احنا نقدر ندخلهم في بعض كويس. وبعد ما ندخلهم نلزقهم بالشمع من الجوانب على اساس انهم يثبتوا في بعض. انا هلزقهم كلهم، وبعد كده هناخد المربعين اللي باقيين مننا نلزق واحد من قدام وواحد من ورا. كده انا لزقتهم، لزقت قصاقيس الكرتون دي في المربع اللي في النص، وبعد كده المربعين اللي باقيين لزقنا واحد من قدام وواحد من ورا. ده بقى شكله. هنجيب بقى قطع كرتون ونبتدي نقفل كل الفتحات بتاعتنا من بره ومن جوه على اساس يبقى المربع مقفول على بعض. انا هوريكم كده اخر جزء احنا بنلزقه، بس يا دوبك بنحط شمع. هتملي كل الشرايح الكرتون اللي عندك دي، تحطي عليها كلها شمع، وبعد كده هناخد الكرتونه بتاعتنا اللي احنا هنقفل بيها ونلزقها بس فوق، ونضغطها بايدينا شويه على اساس انها ايه، تبقى ماسكه في بعضها جامد. كده انا قفلته كله من جوه ومن بره ومن كل الجوانب. نركنه بقى على جنب. نجيب قصاقيس كرتون، محتاجين 8 قصاقيس، نلزق كل 4 في بعض بالغيره. انا بحب احط الغيره عندي في ازازه كده على اساس، وبخرم الغطا بتاعها على اساس انها بتبقى سهله عليا في الاستخدام. هنبتدي نلزق الشرايح على بعض. كده انا لزقتهم، بقى عندنا 4 لازقين في بعض و4 لازقين في بعض. نجيب بقى ورق كرافت، بيجي من المكتبات واستخدمناه قبل كده في فيديو الساعه. لو مش موجود استخدمي ورق الجرايد اللي استخدمناه في فيديو منظم الدولاب. ولو مش موجود عندك استخدمي مناديل، اكيد عندك مناديل. بعد كده هنجيب الغيره ونبتدي نلزق ورق الكرافت ده على الحواف بتاعه المربع بتاعنا على اساس ان القطعه تطلع ناعمه وما يبقاش فيها الفتحات اللي في الجوانب دي. ولو عندك عيب في الكرتونه بتاعتك زي الخطين اللي انا عاملاهم في النص ده، اعملي عليه برضو بورق الكرافت عشان يداريه. بعد كده هتدهني المربع بتاعك، ادهني باللون اللي انت عايزاه. انا كنت حابه ان هو يطلع فيه الوان كده من الجنب، ولو مش عايزه تدهنيه ممكن تلزقي عليه الورق اللاصق بتاع المطبخ. وده الشكل النهائي. يا رب يعجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.